تعالوا نتأمل هذا الحديث ونفهم هذا الموقف ونتفاعل مع هذا الدرس، درس التوحيد، درس العقيدة. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للكفار وللأمة ولكل الناس أن هذا الدين ليس لقريش أو للعرب أو لملة أو لقوم، إنما هو للعالمين. لذلك قال: تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم، أو تدفع لكم العجم بها الجزية. وهل الناس يومئذ كانوا إلا عربا أو عجما؟ إذن هذا الدين ليس لقبيلة، ليس لبلد، ليس لعشيرة، إنما هو للناس كافة. وما أرسلناك لكافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يريد أن يستجيب للإيمان به أنك ستحمل مسؤولية عالمية وتبلغ دينا ربانيا، والمسؤولية عظيمة، والطريق ليس ممهدا مفروشا بالورود والرياحين، إنما هو بالعرق والجهد والتعب والنصب حتى يبلغ الكتاب أجله. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات يتكلم عن غيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فما الذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكل جزم ويخبر بكل تأكيد أن من قال هذه الكلمة مؤمنا بها مخلصا لها سيملك العرب وتدين له العجم؟ أليس هذا إعجاز من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا الحديث آية من آيات نبوته ودليلا من دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم؟ أن يتكلم بغيب ويخبر عن واقع، فيأتي الغيب كما أخبر ويأتي الواقع كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان لما أخذ المسلمون الأولون السابقون الأولون هذه الكلمة بكل إيمان وقبول وجزم ويقين، دانت لهم الأرض في ربع قرن. وهذا في حد ذاته معجزة أخرى. لم يعرف التاريخ أن دولة تقوم على أساس عقدي ومنهجي تملك الأرض في ربع قرن وتخر لها القوتان العظميان في ذلك الزمان، الروم والفرس، تخر لأعراب جاءوا من صحراء قاحلة ومن واد غير ذي زرع. لم يكن عندهم من ترف الدنيا شيء، ولم يكن عندهم من أسلحة الدنيا شيء، ولم يكن عندهم من متاع الدنيا شيء، إنما جاءوا للدنيا ليعلموها كل شيء، جاءوها بالدين وبالتوحيد وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.